السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعين ومشاهدين قناة سكيورتي عمان. إن لم تكن مشترك في القناة فاشترك ليصلك كل جديد. في هذه الحلقة والدرس الخامس من دورة كاينكس سأشرح لكم طريقة اختراق الوايرلس نوع تشفير ويب. بداية الأمر قم بتشغيل النظام الوهمي وتشغيل نظام الكاري لينكس. إذا كنت تستخدم الألفا إذا كنت تستخدم هذه الألفا قم بتشغيلها على النظام الوهمي من هنا بالضغط على كليك يمين واختيار هذا الأمر. بعد ذلك قم بالذهاب إلى تيرمينال جديد وقم بكتابة الأمر واي فاي. بعد ذلك هنا سيقوم بالبحث عن الشبكات المتاحة. بعد ما يطلع لك الشبكات تختار الشبكة التي تريد اختراقها. قم بالضغط على كنترول سي وقم باختيار رقم الشبكة. أنا مثلا راح أخترق هذه الشبكة. نختار رقم شبكة 1 بعد نضغط انتر. هنا راح يقوم باختراق الشبكة الحين. كل ما كانت قوة الشبكة كل ما كانت الشبكة قوية كان سرعة اختراق الشبكة سريعة، يخترق الشبكة بأسرع وقت. وهنا مثل ما تلاحظوا حد داخل الشبكة. لما يكون هذا موجود هنا أحد يستخدم الشبكة ويكون سهل لاختراق الشبكة. ونوع التشفير طبعا ويب. هنا ننتظر لحد ما يطلع لنا باسورد شبكة. احتمال يستغرق وقت أطول، بس أنا بوقف الفيديو الحين لحد ما يظهر الباسورد عشان ما يكون الفيديو طويل وممل. مثل ما تلاحظون الحين طلع لنا الباسورد. هذا هو الباسورد للشبكة، فما استغرق وقت طويل، تقريبا بين 5 إلى 4 دقائق. طبعا لازم يكون التشفير ويب. إذا كان مثل هذا ما يصلح وباء WPA ما يصلح، لازم يكون ويب فقط. هذه الأداة تصلح للتشفير ويب. في المرات القادمة إن شاء الله راح نشرح عن التشفيرات الأخرى. مثل ما تلاحظون الشبكة هنا شغالة، بعد اختراقها شغالة الشبكة، وهذا هو الباسورد. وهنا قد نصل إلى نهاية حلقتنا. لا تنسوا الاشتراك في القناة ولايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.